السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، رجعنا لكم بفيديو جديد. الموضوع ديال هذا الفيديو هذا هو البداية ديال جهوزية أزواج الحسون. نهضر لكم على بعض العلامات اللي كيديرها الزوج ديال الحسون في هذه الفترة هذه وكتدل على أنه في بداية الجهوزية. يعني إذا وصلتي لهذه المرحلة هذه فاعلم أخي أنك في الطريق الصحيح لإنتاج الحسون. ومن هنا بغيت نوجه غير واحد الرسالة لبعض الإخوة اللي كيدخلوا اللي فيديو ديالي كيتفرج فيه دقيقة ولا جوج، يعني ما كيكملش الفيديو. أنا أي فيديو درته على أي منتوج ولا أي موضوع كنحاول نشرح جميع النقط الخاصة بداك الموضوع. هو كيدخل كيتفرج في دقيقة ولا جوج في الفيديو وكيجي عندي للصفحة ديال الفيسبوك كيبقى يسولني على شي حوايج اللي أنا سبق ليا ذكرتهم في الفيديو. ولهذا الإخوان تصنت الفيديو كامل، وإلا ما فهمتيش فيه شي حاجة ولا نسيت شي حاجة ما هضرتش عليها خليها لي في كومونتير ولا راسلني في الصفحة ونجاوبك على الراس والعين. راسلتيني على شي حاجة اللي ديجا أنا هضرت عليها في الفيديو وانت تسولني عليها غنعاود نصيفط لك الفيديو هو نيت. إذا الإخوان نتمنى ما نكونش طولت عليكم في الدخلة، نبداو على بركة الله. إذا الإخوان كما غتشوفوا في الفيديو هنايا، هذا الزوج ديال الحسون اللي ديما كنصورو هو زوج ديال الحسون اللي قديم عندي وسبق ليا الانتاج منه. وصلت هاد الوقيته هادي قلت نجربهم، طلقتهم مع بعضياتهم، حطيت لهم بعض مواد التعشيش، وكما غتلاحظوا الانثى فهي هزات واحد الخيط، رفرفات واحد شويه بالجناح ديالها، ومن بعد لاحظوا انها كتحرك في القفص وداك الخيط في فمها. يعني هذا دليل على اش؟ على ان الانثى تتقلب على شي بلاصه فين غدير العش ديالها. اذا الاخوان هنا في هذه الحاله هذه شنو غادي نديروا؟ انا بحكم انني تنعيش في واحد المنطقه اللي هي سخونه شويه، يعني كاين الحراره فيها، واخا في هذا الوقت هذا كاين الحراره فيها. يعني انا الطيور ديالي باقيين لحد الان كنخرجهم للتشميس والدوش، في حين ان بعض المناطق كما كنعرفوا كاملين راه في هذا الوقت هذا تيكون فيها البرد بزاف. في هذه المنطقه فين عايش انايا كاين الحراره، يعني الطيور ديالي في اغلب المواسم تيوجدوا شويه بكري. يعني دابا الا بديت مع هاد الانثى هادي وهاد الذكر الخدمه، فمن هنا للنهايه ديال شهر واحد ولا النص في شهر جوج غادي يكونوا بداو الخدمه. اذا الاخوان كما قلت لكم الانثى بدات كتهز مواد التعشيش وكتقلب على شي بلاصه فين غتبني العش. هذه علامه على ان الانثى في بداية الجهوزية، يعني ماشي جاهزة 100% لا هي للذكر، وإنما في بداية الجهوزية. التجربة الثانية اللي درت على هذا الزوج هذا هو أنني كان سبق لي عزلتهم واحد المدة ديال 3 ولا 4 ديال الأيام بالفاصل الغير مرئي، يعني الزوج واحد ما كيشوف الآخر. ملي داز ديك 3 أيام يعني كيسمعوا غير الصوت، ملي داز ديك 3 أيام فرقت حيدت داك الحاجز، خليت غير الحاجز المرئي اللي هو غير ديك الشبكه اللي كتبقى الوسط. فلاحظت ان الذكر ديال الحسون تيغرد على الانثى مع انها باقا ما تتاخذ لا وضعيات تلقيح لا حتى شي حاجه. يعني الذكر بدا كيغرد على الانثى وهي كتجاوب معاه بالرقصات. يعني هذا الشيء كله كيدل على بدايه جهوزيه ازواج الحسون. هنا كما غتشوفوا الاخوان شديت هذا الزوج هذا، حطيت لهم بعض مواد التعشيش ودرت لهم العش. علاش الاخوان درت هذه العمليه هذه؟ بغيت غير نشوف رد فعل الزوج، يعني واش يمكن ليا دابا نبدا نخدم معاهم ونحط لهم العش ونحط لهم مواد التعشيش ونحطهم في شي بلاصه اللي كالم ما غيتحركوش فيها، ونبدا معاهم مباشره البرنامج ديال التجهيز اللي هو سبق ليا وهضرت عليه بزاف ديال لي فيديو. كما غتشوفوا الاخوان هنايا ملي حطيت لهم العش الذكر مشى مباشره للعش. هادشي علاش الاخوان مزيان يكون عندك واحد الذكر اللي انت عارفه وعارف الكاركتير ديالو كي داير. يعني ذكر تيتزاوج ليك مع اناث الحسون مع اناث الكناري كيعاون الانثى في بناء العش. مزيان يكون عندك بحال هاد الذكر هذا في الدار. حتى الا كانت عندك شي انثى اللي صعيبه ولا تعكست لك في الجميع ديال العش في البناء ديال العش ولا شي حاجه اطلقها مع الذكر هذا فهو كيسهل عليك بزاف. اذا الاخوان
كما شفتوا الذكر مشى للعش، الانثى مشات لمواد التعشيش هزاتهم وكتقلب، يعني باغا تمشي للعش. هنا الاخوان انا هاد الذكر عندي تيبغي ديما هو يفرض السيطره ديالو على الانثى، يعني هو اللي يختار المكان ديال العش، وهو اللي كيبدا في البناء ديال العش وكيخلي الانثى تكمل، حيت سبق لي انتجت منه عارفو كي داير. فهنا الاخوان كما غتشوفوا في الفيديو كيمشي للعش، كيبدا يقلب في العش، كيشوف كيكتشف. والانثى ما يمكن ليهاش تمشي للعش حيت الذكر كيغلبها. هنا الاخوان شديت الذكر عزلته على الانثى، خليته هو في الجهه اللي من هنا، والانثى خليتها في الجهه ديال العش. فكما غتشوفوا الاخوان مشات الانثى مباشره حتى هي طلعت للعش، بدات كتقلب في العش، كتحاول تحيد منه ديك الاعشاب الاصطناعيه بحال كتقطعها بفمها. وهذه هي اول عمليه تتبدا ديرها الانثى فاش تبدا تجمع العش. كتمشي للعش كتحاول تقطع منه شويه دوك الخيوط اللي شادين العش وديك الاعشاب باش مزين، باش فاش كتبدا الانثى تبني العش ديالها كتلصقوا في داك الشيء اللي قطعات. داك الشيء علاش فاش كنلاحظوا فاش كنبغيو نحيدوا العش ديال الانثى كنلقاوه بحال لاصق، فهذوك الخويطات هما اللي تيكون لاصق فيهم العش. انتم لاحظوا كيفاش تبقى تقطع في دوك الخويطات. الحاجه الاخرى الاخوان اللي غتلاحظوها في الانثى ملي تتبدا الجهوزيه، انها تتبدا تهبط، تتهز الماكله في فمها، يعني هي تتكون مولفه تاكل في داك المونجوار، تتولي تهبط تهز الماكله في فمها وكتديها للعش، كتاكلها تما وكتخلي القشور ديال الماكله في العش. وهنا كاين واحد القضيه تيديروها بعض الاخوان، هو انه فاش تيشوف العش بدا تيعمر بدوك البقايا ديال البذور كيحيد ليها العش وكيخويه من داك الشيء. هذا خطا، هي عارفه شنو كدير. وانا الاغلبيه ديال الاناث عندي كيديروا هذه القضيه هذه. فاش كتبغي تبدا تجمع العش كتطلع بالبذور في فمها، كتطلع للعش كتحاول تاكلهم تما وتتخلي ديك البقايا ديال البذور في العش. هادشي علاش تلاحظوا ديما فاش كنحاولوا يعني ما بين تفريخه وتفريخه كنحاولوا نحيدوا داك العش القديم باش نقيوه ونديروا له عش جديد، كنلقاو البقايا ديال البذور كاينين تحت داك العش اللي بنات الانثى. فاذا الاخوان شفتي الانثى ديالك تتهز الماكله وتطلع للعش وتتاكلها، ما تقربش ليها للعش، خلي ليها العش في بلاصتو، خلي ليها ديك البقايا ديال البذور في العش، خليها هي على راحتها. حيت الا بديتي تخربق فيها تتهز ليها العش تتنقيه كل شويه، خليه بحال هكاك واخا يوقع عليه اللي وقع عليه، هي عارفه شنو كدير. اذا الاخوان كما قلنا كتبدا تقطع في دوك الخيوط ديال العش، كتبدا تهز البذور كديهم كتنقيهم في العش وكتخلي ديك البقايا ديال البذور تما. فهنا الاخوان تدوز للمرحله ديال انها تتبدا تهز الخيوط وكتقطع فيهم، ولا كتحاول تبقى تفرشتهم فمها. القطن كذلك تتقطعوا الاجزاء صغيره وكتبدا الانثى تلوح في الارض، يعني ماشي مباشره كتطلع بها للعش، كتبدا غير تقطع في ديك مواد التعشيش وكتلوح في الارض. هنا عاوتاني تيديروا بعض الاخوه واحد الخطا اللي هو كينقيو ليها داك الشيء اللي لاحت في الارض وكيحطوا ليها مواد تعشيش جديده. هذا خطا. هي فاش كتبدا تنقي ديك فاش كتبدا تفرتش ديك مواد التعشيش، فهي يكون على يقين ان كل جزء لاحته هي في الارض غادي تحتاجه من بعد وغادي تهبط ليه وغادي تاخذه وغادي تبني به العش. اذا خليها على راحتها. بالنسبه لهذا الزوج هذا فانا درت ليه العش، عزلت الذكر على الانثى حيت ما تيخليهاش تطلع للعش، مع انهم زوج وديما تيخدموا مع بعضياتهم ما كيخليهاش تطلع للعش. فهنا غير غنشوف الانثى بدات كتبني العش، هنا غادي نطلق معها الذكر وغادي نخليه معها ديما حتى التفراغ. وبهذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اي واحد عنده شي سؤال ولا ما فهمش شي حاجه يهبط يخليها في كومونتير ولا يراسلني في الصفحه. واي واحد اي واحد شاف هذا الفيديو هذا بغيتو يخلي لنا شي كومونتير زوين. وبهذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.